ازيكم يا احلى متابعين؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير وبصحة وبسلام. النهاردة الخبر اللي معانا وهو لحظة مطاردة مجموعة من الشباب لكريم بنزيما اثناء تأديته مناسك العمرة بالحرم المكي. تعالوا بينا نشوف التفاصيل، بس قبل ما نبتدي الفيديو ما تنسوش تصلوا على الرسول عليه افضل الصلاة والسلام، وتكملوا الفيديو للنهاية فضلا منكم وليس امرا عشان تعرفوا التفاصيل. بنزيما يؤدي مناسك العمرة ويشعل مواقع السوشيال ميديا. تداول عبر منصات التواصل الاجتماعي مجموعة من الصور والفيديوهات للاعب الاتحاد السعودي الفرنسي ذو الأصول الجزائرية كريم بنزيما التي انتشرت خلال الساعات الماضية. كما شارك متابعيه عبر تطبيق إكس تويتر سابقا أثناء تأدية مناسك العمرة. وثق مقطع فيديو متداول حديثا عبر تيك توك مطاردة عدد من الشباب نجم الاتحاد الفرنسي كريم بنزيما من أجل التقاط صور سيلفي معه أثناء أداء مناسك العمرة في الحرم المكي. أظهر المقطع تجمع أعداد كبيرة من الأشخاص داخل الحرم المكي والتفافهم حول بنزيما ومناداته باسمه في محاولة للفت نظرة والتقاط الصور التذكارية معه. وكان بنزيما قد شارك مقطع فيديو له من أمام الكعبة. مرتديا ملابس الإحرام وهو يردد باللغة العربية ما شاء الله الحمد لله. ومن الجدير بالذكر أنه في شهر يونيو الماضي قدم نادي الاتحاد اللاعب كريم بنزيما للجماهير الاتحادية بعقده حتى 2026. كريم بنزيما لاعب الاتحاد السعودي طبعا هو ده اللي حصل. يعتبر اعتداء جماعي على كريم بنزيما، وعايزين يلتقطوا معه الصور. فطبعا وهو بيؤدي مناسك الحج. وده كان الفيديو اللي معانا النهاردة. دمتم بأمان الله وحفظه. اشوفكم في فيديو جديد وخبر جديد، ويلا مع السلامة.